الدرس أي درس؟ ماذا نتعلم؟ هل تعلمنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الخطبة أم لا؟ الدرس الذي نتعلمه من كلام رسول الله أن الصوم ينبغي أن يكون صوما حقيقيا، وأن يكون هناك استحضار لله في كل أعمالنا وأفعالنا. واحد يقول كيف يعني الصوم الحقيقي؟ الصوم الحقيقي يا أحبة ليس بترك الطعام والشراب، هذا أهون شيء. هلا الآن مثلا أقول الواحد خليك بلا أكل وبلا شرب إلى الليل يظل، لكن هل يستطيع أن يبقى بلا مثلا محرمات وشهوات؟ هي تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى صبر. لذا يقول النبي صلى الله عليه وآله إن أيسر ما افترض الله جل وعلا على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب، هذا أهون شيء. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. كم من صائم الآن يصوم ولكن هذا الإنسان فقط هو صائم بعيد عن الطعام وبعيد عن الشراب. لكن الصوم الحقيقي وين؟ اسمعوا الزهراء عليها السلام تقول: وما يصنع الصائم في صيامه إن لم يصم سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. إذن الصوم الحقيقي ما هو؟ صوم البصر، صوم السمع، صوم اللسان، وصوم الجوارح، هذا هو الصوم الحقيقي. وأما يا أحبة صوم اللسان: واحفظوا ألسنتكم، النبي صلى الله عليه وآله يقول: من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من البهتان. ما يتكلم الإنسان بالبذاءة، ما يتكلم بالشتائم، ما يتكلم كلام فيه كذب على الله وعلى رسوله، ما يتكلم كلام فيه شرك، ما يتكلم كلام فيه كفر. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: صوم اللسان خير من صوم البطن. يوم من الأيام يسمع النبي صلى الله عليه وآله يسمع جارية، يسمع امرأة تشتم جاريتها، عندها جارية تقوم بشتمها وسبها. ناداها النبي، وضع أمامها الطعام، قال لها: كلي. قالت: يا رسول الله أنا صائمة. قال: وكيف تكونين صائمة وأنت تشتمين جاريتك؟ فهل الصوم ترك الطعام والشراب؟ صوم اللسان: واحفظوا ألسنتكم. وصوم البصر: وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. الإنسان ما ينظر إلى الحرام، الإنسان ما ينظر بشهوة إلى غير زوجته، حتى الإنسان ما يسترق النظر على هواتف الآخرين. ممكن واحد الآن جالس بالهاتف وهذا الإنسان ينظر ببصره بعينيه على هاتفه. أو مثلا إنسان يسترق النظر إلى بيوت الآخرين. يجب أن يصوم بصره، يجب أن لا يملأ عينه من الحرام. من ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه بالنار يوم القيامة. ملأ الله عينيه بالنار. من نظر إلى امرأة بتلذذ حشاهم الله بمسامير من نار. ممكن الآن أنت تقول مثلا: طيب من نظر إلى امرأة بتلذذ ليش حشاهم الله بمسامير من نار؟ قل: لأن هاي المرأة هي اللي فتحت المجال حتى ينظر إليها نظرة تلذذ ونظرة شهوة. ما تكون محتشمة، ما يكون حجابها جيد، أو مثلا تكون غير محجبة، فيقول: حشاهم الله بمسامير من نار وأبقاهما على تل من النار حتى ينتهي من حساب الناس ويدخلهم إلى نار جهنم. وأما صوم الجوارح: يدي هاي ما